الله. ابو نسب، ازيك يا ابو نسب؟ عامل ايه؟ ايه يا جوز اختي؟ إيه انت يا رايح حبيبي؟ فين كده؟ انا رايح الشغل ان شاء الله. الشغل ايه؟ هو في شغل دلوقتي؟ ماني شايل ورديه تاني. شايل ورديه تانيه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ده انا سأل عليك الصبح قالوا لي في الشغل. ماني شغال ورديتين كده يا حماد. شغال. طب انت يا ابني هتفضل كده يا ابني مقطع نفسك؟ ده انت بقيت نص بني ادم يا ابني. هنعمل ايه طب يا حماد؟ الحمد لله، انت عارف المعيشه غاليه والدنيا عامله ازاي، والواحد لازم يستر بيته يا حماد. الله يعينك، بس ريح نفسك شويه يابا، انت خسيت خالص، انت بقيت نص بني ادم يابا. معلش عشان خاطر البيت والعيال هنعمل ايه؟ الله يعينك ويقويك يا رب. المهم طب طمنا عليك. الحمد لله. طب ايه، مش هنتغدى مع بعض ولا ايه؟ ايه نتغدى؟ لا اتغدى انت يا حماد، البيت بيتك وانت مش غريب، واختك عندك هنا جوه. ماشي يا ابو نسب. يا دوبك عشان الحق عن الشغل. ماشي يابا. يلا عاوز حاجه؟ يلا يابا، مع الف سلامه. الله يسلمك سلام. حبيبي. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه يا بنتي؟ الله يعينك ويقويك يا جوز اختي. ايه جوزك عمل ليه كده؟ ده بقى لحم على عظم يا بنتي، ده بقى ما يتشافش يا بنتي، ده بقى نص بني ادم. هو ماله؟ ايه يا سهام؟ يا ودي حماده وحشني والله. عامل ايه؟ والله وانت اكتر يا اختي. بقول لك ايه؟ ايه؟ جوز اختي مش عاجبني، هو ماله؟ ده نشف جوه، ده بقى نص بني ادم يا بنتي، ماله؟ في ايه؟ ربنا يعينه ويجيه حماده، ما انت عارف المعيشه صعبه برضه. والله صح، عندك حق. الله يعينك ويقويك يا جوز اختي يا رب، المعاش صعبه فعلا. بقول لك ايه يا دي حماده، كويس ان انت جيت. إيه؟ انت عارف ان انت اخويا الصغير وانا مش بحب اخبي عنك حاجه. رجباتي سداده، انا طول عمري انت عارف، هو انت طول عمرك بتفضف دي مع حد غيري؟ كتف اخوكي سداد، سرك في بير. ايه؟ انا هقول لك على سر. ايوه، ما هو قولي السر، ما هو انت قلتي ما... ايه هو السر؟ ده سر يا حماد. ما هو انا ما هحدد ازاي اذا كان سر ولا لا، وانت مش عايزه تقولي. قولي، انا سامع يا سهام. ايه هو السر؟ بس احلف ان انت مش هتقول لحد. والله ما هقول لحد. ولا لمك؟ لا والله ما هقول لم. يا حماد اخويا ما تقوليش، ما تقوليش، هي ناقصه وجع بطن على اخر الليل. انت هتجري فينا وفي الاخر هتطلع حاجه هايفه. ما خلاص يا سهام، ما تقولي. انت هتذليني عشان تقولي؟ خلاص يابا بلاش تقولي. الله 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 الله، احنا هنسرح ولا ايه؟ مالك قلبت كيوت ليه؟ ما انت كنت تبته، دلوقتي بقيتي ملاك. انت فتحت التليفون كده شفت رساله من ساعتها رايجه في ايه؟ ما هو ده الموضوع اللي انا عايزه اكلمك فيه يا حماده. الموضوع اللي انت عايزه تكلميني فيه؟ طب ايه يابا؟ انا سامع، قولي. بصراحه يا حماده اخويا، انا اتعرفت على واحد في جروب وبنكلم بعض. اتعرفت على واحد في جروب على الفيسبوك؟ وبتكلموا بعض؟ بتكلموا بعض في الجروب يعني قدام الناس عادي يعني ولا؟ لا خاص. بتكلموا بعض خاص. اديتوا له تليفونك؟ لا. الله، جدعه، عاجله عاجله يا اختي، طول عمرك اختي الكبيره عاجله، طول عمرك عاجله. الله يبارك لك. طالما ما خدش رقمك عادي يابا خلاص. وبتتكلموا في ايه يعني؟ بس يا حماده هو بصراحه كده زوجه محترم وانا مرتاحه له. مرتاحه له؟ انت مرتاحه له بخصوص جوزك اللي بقى نص بني ادم، اللي ما عادش قادر يمشي؟ اتغدى قبل ما ينزل؟ لا ما اتغداش، هياكل اي حاجه. ياكل اي حاجه. مرتاحه له وجوزك ياكل اي حاجه. الله يبارك لك. كملي كلامك، بتقولي ايه؟ تصدق بالله انا غلطانه ان انا حكيت لك اصلا. يا ست غلطانه ايه؟ كملي. لا لا لا، وانت هتحكي لحد غيري يعني؟ كده كده هتلف وهتحكي لي. وايه تاني؟ هو في تاني؟ والله يا حماد انا مش عارفه والله، يعني حاسه باحساس غريب كده من ناحيته. احساس غريب؟ حاسه باحساس غريب ومش مرتاحه له ومرتاحه له ومرتاحه له ومش مرتاحه لجوزك. الله يبارك لك. ومهتمه بيه ومخليه جوزك نازل شغال ورديه تانية، نازل ما اتغداش، وجوزك ياكل اي حاجه. مرتاحه له. الله يبارك. بقول لك ايه، انت عرفتيه على النت صح؟ بخصوص النت، هو مين اللي بيدفع ثمن الباقه؟ جوزي طبعا، وانا هدفع. الله يبارك لك. الله يبارك لك. يعني انت بتخونيه بفلوسه؟ بص يا حماد. ايوه اسمها خيانه، اسمها خيانه. لما تطلعي سر جوزك بره لحد غريب اسمها خيانه. لما تصاحبي حد على جوزك اسمها خيانه. لما تسمحي لنفسك انك تتكلمي مع حد خاص دي اسمها خيانه. خلي بالك ياما، اصحى عشان مش تروح في سكه اللي يروح ما يرجعش. مفيش حاجه اسمها صحوبيه بين واحد وواحده غريبه. من الاخر عشان ما حدش يضحك عليك. امال اخت كبيره ايه ونيله ايه وسر وطايره عامله زي العصفوره؟ اصحى ياما، الله يسترها معاكي، بدل ما حد يطلعك السما وتنزلي على جدور رقبتك. الله يبارك لك. منزله جوزك من غير غدا وبتقولي لي فرحانه ومبسوطه وسرحانه ومرتاحه له. اصحى ياما عشان ما تروحيش في سكه اللي يروح ما يرجعش. تصدق يا حماد انت فصلتنا اصلا، ويا ريتني ما حكيت لك
حماده قوم امشي. اقوم امشي؟ هقوم امشي. انت كملي في سكتك، انا هقوم امشي. انا هقوم امشي وكل اللي حواليك هيقوم يمشي. لما تقعي كل اللي حواليك هيمشي، انت هتلاقي نفسك لوحدك وهتشيلي طينك لوحدك. بلاش تروح في سكة اللي يروح ما يرجعش. او لو واحد برعايتك واهتمامك وحنيتك هو جوزك يحرم على الغريب، ياما الله يبارك لك، عشان ما تروحش في سكة اللي يروح ما يرجعش. مفيش صداقة بين واحد وواحد. اسمها خيانة، اسمها خيانة. انت بتكلميه ليه؟ او عشان تحلو في نظر؟ اكيد بتعملي دور المظلومه، وعشان تعيشي دور المظلومه لازم تحكي له مصايب، وعشان تحكي له مصايب لازم تشردي جوزك وتطلعيه عويل ومش متربي. جوزك ابن الناس اللي طلعان عينه عشان خاطر بس يسترك ويملى بطنك. الله يسترها معاك ياما الله يبارك لك. القطه اللي بتعيش في صفيحه الزباله مش هينفع تعيش في فيلا، والقطه اللي بتتربى في فيلا مش هينفع تعيش في صفيحه زباله. ما تحكميش على نفسك انك تعيشي في صفيحه زباله. الله يبارك لك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.